في ايه؟ اتخنقت. انت اصلا يا رب. بينك وبيننا انا بشفق على مهندس الصوت. اشوف بقى. اوبا بتكرشي على حد؟ اه الصراحه دي مدير موضوع 26. ايوه. لا طنطا لا، تنبسط بس- قوي الموضوع ده. لا 26 ده لا احكي لهم بقى. محدش عارف موضوع 26. لا 26 دي انا بقى من الرقم ده ابدا افكر بقى، لكن انا دلوقتي لا عادي اللي هي بكراش بس مش هاخد اي خطوه. الاعجاب ممكن البسيط، مش هاخد اي خطوه، مش هعمل اي حاجه. لو مشي يعني وراح حد يعني حد بالظبط. تاني بقى وراح لنصيبه يعني مش هناخد اي خطوه. بالظبط. وانتي؟ والله في الواقع يعني انا ممكن اشوف دير بقى عشان ايه حاسه كده نويل. انا عارفه ان انتي مش هتقدري تعملي الموضوع ده. مش هم. غني في ايه بينك وبينها بصوت عالي يا جماعه. طب دي اوحش واحدة. حاجه ممكن اعملها في حياتي اقسم بالله. عايزه اقول حاجه، واحنا ممكن نعيد السؤال اللي فات عشان انا قلت كده عشان ما اخدش الدير. انا ما بحبش. في ايه بينك وبينها؟ أرجوك قول لي الحقيقة. انا بشفق على مهندس الصوت اقسم بالله. شفت السماعات مش هسمع ده. انا بعتذر جدا. شوفي الموضوع ده. ارمي الدير عليا. اتفضلي بقى شوفي انت اخدت بالك ان انا مش عايزه؟ بتتوه. طب لو مش عايزه اعمل الدير ممكن اخد دير تاني؟ انجزي بقى. مش عايزه، مش بحب اصلا الكوبليه ده. يلا نويل هننام جنب بعض. لا مش عايزه. يوه ماشي. في ايه بينك وبين بس. لا غني. يوه لازم بقى اداء يعني. ماشي. في ايه بينك وبين بس كده. انا بقى اشوف ماشي. مين اكتر حد بتحبيه في عيلتك؟ منه اختي. وانا بابايا ومامتي. اجابه كليشيه موت. بابايا. ماشي. يلا. في حد في عيلتك بتكرهيه؟ لا. وانتي في حد في عيلتك بتكرهيه؟ لا الصراحه برضو مفيش بصراحه يعني. ماشي. انت كل اسئلتك ليها علاقه بالاهل. لو اهلك انفصلوا تكملي حياتك مع مين؟ كمل حياتي مع مين؟ ماما او بابا يعني؟ كده. لا ما اقدرش. او انا صحيح. لا بقى يا جدعان بقى اقسم انت عارفه بالله ما في حاجه تهزرش. غريبه جدا. طب انا برضه كنت مش عارفه ارد. هناخد. انت عارفه بقى انا شايفه ان احنا الاتنين ممكن نرد اسهل من اللي احنا نعمله ده. ايه؟ اقسم بالله ارقص رقصه مكارينا. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ لا طب ممكن ارد عادي. افرض انا عايزه ارد على السؤال. هو رقص مكارينا دي كده انهي؟ ليا لا كده. تعملي كده. مين اللي بيتحكم في حالتك المزاجيه؟ انا هي اجابه مقنعه. انا مين هيتحكم؟ مفيش اي حد كده ولا كده؟ لا. اوقات بصحى مخنوقه بيبقى من نفسي. تبقي مخنوقه من نفسك. فرحانه من نفسي. وانتي؟ هو انا اصلا حالتي المزاجيه من قيله ب 60 جنيه. انا 3/4 الوقت مش عارفه في ايه يعني. شويه قرفانه شويه مبسوطه. مفيش حد معين برضه الصراحه يعني. لا ما يلا ماشي. خدي بقى. اخدت السؤال بدلها. ما ماشي. حصلش حاجه يعني. امتى اخر مره عيطتي وليه؟ الموضوع ده يبقى يبقى مؤثر عياطي. جدا ده. اخر مره عيطت. اخر مره اخر مره امبارح. امبارح لما انا روحت بالليل عيطت في البيت. كنت في فرح وعيطت. حسيت ان انا متضايقه. اقول لكم انا ليه عيطت بعد كده بقول هكمل. لا بس الموضوع مش ايه كنت حاسه انه يعني العيله بتكبر قوي وكل الناس بتتجوز وبيبعدوا كده. انا عيلتي قريبه مني يعني قوي فاتاثرت. انا اختي كمان بتتجوز فحسيت انه هبقى لوحدي بقى. دي مشاعر فياضه اقسم بالله يعني الموضوع ده اثر فيا. اخر مره عيطت كانت من يومين 3 كده. وعلى حاجه عبيطه جدا يعني. كنت بتناقش مع اختي ان هي ليه لبست لبسي يعني من غير ما تستاذني عادي جدا. بس انا كنت اخواتي المعتاده دي اقسم بالله. بس انا انفعلت حبتين يعني وعيطت. بس بعد كده رحت عادي اتعشيت كده. عمرك فكرتي تهربي من البيت؟ لا ولا مره. لا بصراحه ولا انا برضو لا. ولا مره. لا تخيلت الصراحه وانا في ثانويه عامه. تخيلت ان انا اهرب من البيت جدا قبل النتيجه. قبل النتيجه. لا انا تخيلت في نص السنه كده ان انا سبت لهم البيت ورحت بقى قعدت في شقه لوحدي واشتغلت شغلانات من الشغلانات الصعبانيات دي والله العظيم. وقلت بقى انا اعتمد على نفسي وكده ولا ثانويه عامه ولا بتاع ومش عايزه ادخل جامعه وكده. فكرت تخيلتها برضو وانا قاعده كده بقى اللي هو ايه اخرج الفجر مثلا. اخرج يعني بعد كده اجي تاني بقى قبل ما يصحى من النوم.
ده لا ايه يعني؟ كنت عايزه اجرب السسبنس بتاع بقى ان انت تخرجي وتيجي ومحدش موجود، بس بفكر مع نفسي انت لازم تفكري مش مع هعمل نفسك كده عشان طبعا. عمو مش عمو هعمل عارف حاجة هينفخنا الصراحه. ماشي. عمرك فركشتي قبل مناسبه عشان ما تجيبيش هديه؟ قولي بصراحه. بصراحه بقى بس مش عشان ما اجيبش هديه، انا كنت حاسه ان الحد ده لازق فيا قوي، وانا مش هعمل ايفورت علشان اجيب له هديه، انا مش بحبه يعني. فقلت خلاص انهي العلاقه دي قبل ما ابقى مضطره ان انا اجيب هديه عشان منظري يعني. اطفال بقى، كنت صغيره بقى أطفال. كده. والله العظيم كنت صغيره اقسم بالله، خلاص عشان ماما لو شافت كده اختي ايه يا بابا. لا مش عارفه ليه فكرت كتير يعني. لا. لو نفسك تبقي حاجه غير انسان تحبي تبقي ايه؟ حاجه غير انسان؟ ايه بقى نفسك قطه. تبقي؟ ايه ده، انا فكرت في كده برضه. قطه بيت، قطه شرازي. قطه شرازي. ايوه قطه، اللي هو قاعده حد في البيت مع ياكلني. ايوه حد ياكلني حد ويدلعني. يشربني. او بطه. بطه. بجد والله العظيم اللي هم الصغيرين دول بيبقوا عسولين قوي بجد. أنا لسه قايله لك صراحه لا. بطه حلوه قوي. عايزه عايزين بطه. نعرف الموقف. آه، يعني رحت جبت بطه من اللي هم الصفر الصغيرين دول. الصغيرين دول اللي بيتحطوا في البانيو دول، وبجد عسوله جدا يعني. وانا بستحمى بحس انه في حد مهندسني دي. حسيت ان حياه البط دي حاجه جامده قوي. انا يا قطه بيت يا حصان في مزرعه عشان حد يهتم بيا برضو. هو انت عايزه اي حد يسرح لي شعري كده. ماشي. ايه بقى سؤال؟ عمرك وقعت ما بين اتنين وليه؟ قعدت بينهم في ايه يعني؟ لا ما بحبش. يا بقى لا والله. خالص بقى ابدا. والله لا، لو فيها اقول. وانتي وقعت. ايه بقى؟ يعني كان بس عملتي برضو كنت حاسه ان انا كان لازم اعمل كده يعني، واجبي كصاحبه ان انا اوقع بين حسيتي ان الاتنين في دول. حد ما يستاهلش حد؟ واضح ان انت حسيتي كده يعني. انا أمال أنا وقعت. حسيت من الجو. يعني هما كانوا اتنين صحابي زمان قوي، كانت واحده صاحبتي جدا والتانيه دخلت لو في وسطنا يعني، وهي ما كانتش شبهنا خالص، فانا كنت عايزه ابعدها عن صاحبتي دي باي شكل. فيعني اخدت كذا موقف كده ورحت قلت لها على فكره هي بتعمل كذا كده يعني عشان اوقع بينهم، بس هي فعلا بعد كده عرفت ان هي مش كويسه صراحه يعني. بس دي حاجه حاسه ان هي ولا وحشه ولا حلوه. لا بس انا وقعت بينهم بس يعني. ميالة هي لو انا ما مش كنتش عارفة. قلت ما كنتش قلت ما كانتش هتعرف انه انا عشان كده حاسه ان هي حاجه كويسه. انا معاكي. ماشي خلاص. يعني انت ما عملتيش كده؟ لا والله ما عملت. ماشي. لو في امكانيه ترجعي للاكس هتعملي كده ولا لا؟ تعملي كده ولا لا؟ وبصراحه لا. ليه؟ عشان هو اكس. ما هو لو ما كنت هرجع له بقى خلصنا بقى يعني. لا خلاص ما يعني. مش هرجع له. لا الدنيا بتمشي، اتحسن اتغير يعني. لا ما بيدخلش علينا الكلام ده بقى. المايك ماشي تمام، ما بيدخلش عليا الكلام ده. عياط بقى عياط بقى وتمثيل ودموع تنزل على الخدين. لا مش هرجع له. انا لا. ماشي. بس هو اصلا يعني انا بجد الاسئله دي بجاوب عليها وكأن كان فيه، بس هو في ان شاء الله. مفيش. اول علاقه كنت فيها انتهت ازاي؟ انت مصممين انا وبابا أسئلتك وماما كلها. نتخانق في البيت اقسم بالله. ايه اول علاقه اول ريليشن شيب انتهت ازاي بقى؟ يعني ضربتوا بعض بالجزمه مثلا؟ لا كان في اللي هي اللونج تكست بقى اللي هو الدنيا بعدها مثلا بقت احسن ليكم انتوا الاثنين؟ ايه لونج تكست بقى وانت تستاهلي حد احسن كده نعلي على بعض. مسلسل انت تركي. أحسن، مسلسل تركي. اقسم بالله يعني. بس انتهت بطريقه حلوه يعني. لطيفه جدا. دي حاجه كويسه. وبنحترم بعض جدا. انا برضو جدا. ماشي. انا لا ما كنتش اصلا في ريليشن شيب. مش فاضيه. 26. مش فاضيه. عمرك سرقتي قبل كده؟ لا ولا مره. ولا مره خالص؟ والله. يعني ما خسرتيش مؤدبة. حاجه؟ لا خسرت فلوس الدرس بقى، بس لا برضه. لا خسرتي ولا ما خسرتيش؟ لا والله لا، كنت باجي ادي ماما بقيه الفلوس ولا اتفضلي. محترمة. درس كان بكذا وده الباقي كذا. مفيش اي اكشن فعلا. حياتي هاديه. انا هاديه. انا خسرت قبل كده بس عمري ما خدت خسرتي؟ عمري ما خدت فلوس من بابا ولا ماما من وراهم ولا كده، بس ولا اخت. بس فلوس الدروس ومش في ثانويه عامه يعني اولى ثانوي وثانيه ثانوي كان ساعات باخدهم واخرج بيهم، بس مش يعني مثلا اخد زياده اللي هو اقول لهم مثلا الدرس ب 120 وهو ب 100 برضه ببقى يعني مخسره 20 رقم جنيه. اهبل كده. هتخرج بال 20 دوبك جنيه. اجيب لي عصير مثلا واروح. لا بس والله كنت بعمل كده. مش هقدر. اتفضلي اسحبي. ماشي. شوفي اللي هنا. قول اول حرفين من اسم الكراش. بس انا لما جاوبت على السؤال ده جاوبت عشان ما اخدش دير واخدت دير بعدها يعني انا ما عملتش اي حاجه. فضيحه. يعني اجيب كده، ما انا كده هجيب اسم يعني حرفين مش صح. ايه قولي. انا بسالك يا رب حد يخلينا نوقف التصوير.
يا رب قولي اول حرفين من اسم الكراش. ما هو انا مش عارفه هو كراش ولا هو بيعمل ايه، انا مش عارفه. مش قادره احدد العلاقه. قولي حرفين. كراش الاول والاخير في حياتي الاول ابويا حبيب قلبي الحاج محمود. ما اقدرش اقول اكتر. لا بس والله بجد بصراحه مفيش حد حاليا في الفتره الحاليه عندنا احنا الاثنين يعني. ايوه. ايه بقى؟ عمرك جبتي هديه لحد واديتيها لحد تاني؟ جبت هديه لحد عملتها. ايه بقى؟ كان في عيد ميلاد يعني حد، وانا رحت اشتريت الهديه عادي جدا. ماشي. بس يعني حسيت الهديه بقى بعد ما جبتها لاقيه على حد تاني، رحت اديت الهديه لحد تاني عادي جدا. او انا بس جبت هديه تاني. جبت هديه لحد وما الأولاني. اديتهالوش وخدتها لنفسي مثلا. استخسرتها. خساره في امك. مش اوبا، لو كنت عكس جنسك لمده شهر هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ يا اقسم بالله كنت هدلت الدنيا. هرجع من عايز اشوف سسبنس. هرجع من بجد نفسي اشوف سسبنس. هرجع من الخروجات بقى زي اخويا بالليل متاخر قوي. ايه تاني؟ اروح حجز كوره. عايزه كوره اصلا؟ لا مش اقسم بالله ما نعرف حاجه احنا. لا ما إيه انا دي مش عارفه أكتر حاجة اصلا هتعملها؟ حياتهم فيها برضو ملل. ايه هعمل ايه؟ بس هقعد على اي قهوه بقى، عشان هما دايما عندهم بيقعدوا في اي مكان وفي اي قهوه. احنا بقى لازم نقعد في ايوه كافيه ممكن اقعد على قهوه ونعمل لا اقعد على قهوه مع صحابي بقى الشباب بقى نشيش بقى نقعد على كده. قهوه مع عشان مين بقى يعني؟ الموضوع ده بيقول ايه هو ده سسبنس اللي هي مستنياه مني اساسا. لا اكيد برضو كنت هتاخر بره، هخرج بقى اسهر لحد الصبح واسافر مع اصحابي بقى براحتي بقى كده. صح، واسافر معاهم. بس اسافر. احنا بنسافر برضه. لا بس مش كتير قوي زيهم. ايه انا عايزه، ما انا بقول لك انا زهقت، عايزه العب كوتشي والله. خلاص حاسه ان انا يعني قعدت كده. حاسه ان انا اتخنقت. ممكن العب كوتشي بس الصراحه اتخنقت. انت اصلا يا رب قاعده استر. على داير. انت بتعملي ايه؟ ثانيه واحده. كوتشي. انت اساسا هتوقعي البتاع، خلي بالك. طيب استنى. ماشي. يا شيخة الواحد. ماشي. احنا كنا في السؤال بتاع لو كنت عكس جنسك وكده فايه؟ لا كنت مش اي حاجه. انا كنت هخرب الدنيا ومش عارفه اخربها ازاي دلوقتي. وانا برضو هسهر بقى، هتاخر بالليل، هقعد على اي قهوه بكلم بنات اروح حجز كتير. كوره. برضه عايزه اكلم بنات كتير بقى زي ما هم بيعملوا بقى. نكلم اصلا ما اعرفش هكلم ولاد كتير في نفس الوقت، ما اقدرش اعمل كده. لكن ممكن اشوف بقى هم بيتكلموا ازاي بنات كتير، او هجرب اشقط بنات ازاي. انا بقى هدخل لهم وازاي كده بيكذبوا كتير. لا مش كل الناس بتكذب يعني. الاغلبيه العظمى. عمرك كنتي في علاقه مع حد وخنتي؟ يا عمري لا، ما كنت حد كنت ايه القرف ده. اصيله. لكن اجيب له هديه أصيلة. هو هو مش ده عايز حد اديها له واديها اخدها لنفسي مثلا كده.